أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذا أبرز عنوانها: مصرع طفلين بسبب حريق بالجديدة. أفادت مصادر هيسبريس بأن طفلين شقيقين لقيا مصرعهما اليوم الخميس، في حين نقل شقيقهما الأصغر في حالة صحية خطيرة إلى المستشفى بمدينة الجديدة. وأوضحت المصادر ذاتها أن 3 أطفال أشقاء كانوا بمنزل العائلة في حي السوق القديم بمدينة الجديدة قبل أن تندلع نيران قوية في البيت في ظروف غامضة، وهو ما أدى إلى وفاة 2 منهم لم يتعد عمرهما السنة 8، فيما نقل شقيقهما الأصغر إلى قسم الإنعاش بمستشفى محمد الخامس بعاصمة دكالة. وأشارت مصادر هيسبريس إلى غياب الأب بسبب العمل، قبل أن تغادر الأم المنزل قصد أداء واجب العزاء في أحد الهالكين بالمدينة، في انتظار نتائج الأبحاث الميدانية والتقنية لفك لغز اندلاع النيران ومصرع الطفلين. وتدخلت عناصر الوقاية المدنية وممثل السلطة المحلية وعدد من المواطنين، وهو ما أسفر عن إخماد النيران وإنقاذ طفل واحد وانتشال جثتي شقيقيه. وجرى نقل جثماني الهالكين نحو مستودع الأموات قصد التشريح لفائدة البحث التمهيدي الاعتيادي المفتوح في الحادث من قبل الشرطة القضائية بدعم من الفرقة التقنية والعلمية لكشف جميع الملابسات المحيطة بالواقعة تبعا لتعليمات النيابة العامة المختصة باستئنافية الجديدة. شكرا على حسن المتابعة. دمتم في أمان الله.